الشمعة، ولكن لويس بترفض ان هي تقولها على اي معلومة تخص البيت. ولما ميربل بتضغط عليها بتعرفها ان هي عندها شغل كتير ومحتاجة ان هي تخلصه، ولكن بعد ضغط كبير من ميربل بتعرفها ان هي تبحث عن سبب اختفاء برونو بعد ما شاف رؤيا لبيتهم المسحور. فعلا ميربل بترجع البيت وبتدخل برج برونو من ورا اهلها لانه بيكونوا مانعين اي حد يدخل البرج ده، وبتلاقي ميربل فاتحة بتفصل بين صخرتين جوه البرج، وبتقرر ان هي تنط على الصخرة التانية من خلال حبل قوي، وبتنبهر جدا من الصخور اللي موجودة في البرج ده، وبتلاقي الطيور خايفة من المكان. فبتدخل ميربل اوضة كده جوه كهف، وبتلاقي الارضية بتاعت الاوضة دي بتنور وفيها ازاز مكسور لونه اخضر، وبتبدأ تاخد الازاز ده وتحط كل قطعة جنب بعض عشان تقدر تعرف ايه ده. ولكن قبل ما تكمل بتلاقي كل الحيطان اللي حواليها بتشقق وبتتدمر وبتنزل رمل كتير جدا. فبتاخد ميربل الازاز كله وبتهرب من المكان بسرعة، واول ما بتخرج بتخبط في جدتها، ولكن بتقدر ان هي